اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض فطائر على شكل وردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعم خطير. يلا نبدأ الفيديو ونعرف عملنا الاشكال الحلوة دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق الابيض المنخول، عندي بيضة، كوباية من اللبن الدافية، عندي 3 معالق من زيت الذرة، 3 معالق سكر، معلقة خميرة صغيرة، وعندي ربع معلقة ملح. محضرة بولة نزلت فيها بالسكر مع البيض مع اللبن مع كيس من الفانيليا نسيت اقول عليه، ومعلقة الخميرة. هبتدي اقلبهم بالشكل دوت بالمضرب اليدوي لحد ما الخميرة تدوب مع السكر. بعد كده هنزل عليهم بالزيت واستمر في الخفق. هجيب عندي بعد كده بقى الدقيق وهبتدي انزل شوية شوية، مش هتنزلي بيه مرة واحدة، على حسب ما العجينة هتاخد معاكي. ونزلت بربع معلقة الملح، هبتدي اقلب بالشكل ده. بعد كده هجيب باقي الدقيق وانزل بجزء منه برضو، وهستمر في التقليب. بعد كده هشيل المعلقة خالص، ونزلت باقي الدقيق وهبتدي اعجن. هتاخد عجن لمدة 10 دقايق، دي حقها من العجن. بعد ما اتعجنت بالشكل ده العجينة طرية ما شاء الله، هسيبها بقى في مكان دافي لمدة ساعة وربع تختمر بالشكل دوت. بعد كده هبتدي بقى اطلع منها وهعمل على شكل كور. الكور تكون في حجم واحد. العجينة لينة وطرية جدا ما شاء الله عليها. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد ما شكلتها على شكل كور هسيبها بقى ربع ساعة. بعد كده هبتدي بقى اجيب عندي رشة من الدقيق وهبتدي بقى افردها على شكل مدور بالنشابة بالشكل ده، هتخليها رقيقة. هنعمل اول وردة، هبتدي بقى اقطعها كده 4 تربع، وبعد كده اعمل مثلثات رفيعة. طريقتها سهلة خالص، ماشية معاكي خطوة خطوة عشان كل حاجة تبقى واضحة قدامك. هبتدي بقى ارص المثلثات على بعضها بالشكل ده، هتديني شكل وردة حلوة قوي زي ما انت شايفة. طريقتها بجد روعة، وبعد التسوية بتبقى جميلة جدا وهشة وطرية وما شاء الله عليها. ثبتهم كويس جدا. هبتدي بقى الفها على بعضها بالشكل ده، هتديني شكل الوردة زي ما انت شايفة. هبتدي بقى افتح فيها بالشكل ده ما شاء الله، طالعة روعة سهلة جدا، عملناها بمنتهى البساطة. هبتدي بقى ارصها في صينية تكون مدهونة بالزيت ومرشوشة رشة دقيق. هعمل واحدة كمان اهي. معجنات كتير جدا انا عاملاها على القناة باشكال وانواع مختلفة وبحشوات مختلفة. ادخلي على قناة منوعات مطبخ فوفا هتلاقي حاجات حلوة قوي هتعجبك. ادي كده الوردة التانية ما شاء الله شكلها بجد روعة. هعمل شكل تاني من الورد، فجبت قطعتين من الفطائر فردتهم بالشكل ده وقسمتهم 4 تربع. هجيب بقى اعملها بالشكل ده، رصهم على بعض ورا بعض كده الاطراف بتاعتهم، واجيب خلة الشيش طاووق هبتدي اقسمها من النص كده وابرمها زي الرول. واجيب عندي السكينة واقسمها من النص، هتديني وردتين شكلهم حلو قوي زي ما انت شايفة، طالعة بجد روعة. ده شكل تاني للوردة، بسيطة وسهلة. هعمل شكل تاني. المعجنات ليها طرق كتير جدا، انت ممكن كمان تعمليها بحشوات من النص بالجبن، تبقى بجد تحفة. هجيب بقى الشوكة وهعمل من على الأطراف، هضغط بالشوكة من على الطرف بالشكل ده، هيخلي ورقة الوردة واخدة شكل كده. بصي بجد شكلها تحفة، سهلة وبسيطة. هنعمل بقى مع بعض آخر شكل. فردتها وهبتدي أقسمها على شكل مربع بالشكل ده. هبتدي بقى أتني الأطراف لجوه
طريقتها سهلة قوي، ماشية معاكي خطوة خطوة. وارجع اتنيها واقلبها من الناحية التانية وافتح بقى الورق بتاع الوردة. بعد كده اقلبها على الناحية التانية. بصي شكلها بجد روعة. ممكن بقى في النص تحطي شوكولاتة زي ما انا هعمل كده، شوكليت شيبس او مربى او كريز، وممكن تسيبها فاضية خالص، بيبقى شكلها حلو قوي، بجد شكلها تحفة. هرسهم بقى في الصينية. هجيب عندي صفار بيضة مع معلقتين من اللبن ورشة من الفانيليا، وهبتدي بقى ألمع الوش بالشكل ده. أكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. أول ما الفرن يكون سخن هدخل الفطائر. أول ما تاخد اللون الدهبي من تحت أولع الشواية، هتاخد اللون الجميل ده. هتطلع هغطيها لمدة 5 دقايق عشان تفضل طرية معايا لآخر قطعة. زي ما انت شايفة ما شاء الله التسوية بتاعتها حلوة قوي، هشة جدا، طرية، طعمها بجد خطير. لو عجبتك امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها. بصي قد ايه هشة وطرية، بجد خطيرة. هرصها في طبق التقديم، تنفع معاكي في فطار، في عشاء، في رحلات. هتقدمي منها لو جالك اي ضيف، بجد شكلها روعة وشيك جدا في التقديم. لو عجبتك امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها، هتطلع معاكي ناجحة. استنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك. متنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك من وصفات مطبخ فوفا. وألف هنا وشفا. السلام عليكم.